متابعينا أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شهرزاد مصرية. معكم علا سمير. راديو كاسيت. يا أيتها الأم الثكلى، ويا أيتها الزوجة المترملة، ويا أيها الابن الذي فقد الأخ والأب، ويا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والفضاء بتراتيل السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر، اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال وإرادة من الله. كلمات الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام محمد أنور السادات. صحيح، هو ازاي حصلت حرب أكتوبر؟ بعد ما حصلت نكسة 67 مصر خسرت سيناء وإسرائيل احتلتها، وكان وجع كبير جوه كل مصري. البلد كانت مكسورة، لكن المصريين عمرهم ما بيستسلموا. من أول يوم بعد الهزيمة بدأ الجيش يتجهز يتدرب يلم نفسه من تاني. جمال عبد الناصر بدأ يعيد بناء الجيش، وبعد ما السادات مسك الحكم قال الكلمة الشهيرة: مش هسيب شبر من أرضنا، الأرض دي هترجع. ومن هنا بدأ التخطيط لحرب ترجع الكرامة. جهزنا للحرب ازاي بقى؟ من سنة 1970 الجيش المصري كان شغال على خطة سرية اسمها خطة بدر. الهدف منها كان نعبر قناة السويس، نحطم خط بارليف، وترجع سينا الغالية لينا. طب ازاي؟ كانوا بيتدربوا في سرية تامة، لا الإعلام كان بيتكلم ولا العدو كان شاكك، والبلاد العربية وقفت جنبنا، سلاح من السوفييت، دعم من الخليج، وجنود من سوريا ودول تانية. خط بارليف اللي قالوا عليه منيع قال. إسرائيل كانت عاملة تحصينات اسمها خط بارليف، ساتر ترابي عالي قوي حوالي 20 متر، ودشم وألغام وأنابيب نيران، وكانوا دايما بيقولوا ولا جيش يقدر يعدي. بس المصريين أثبتوا العكس، فكروا خططوا وعملوا فكرة عبقرية. هيفتحوا الساتر الترابي بخراطيم مية ضغط عالي، ويميد شالوم على اللي اتهزموا بالخرطوم. يوم النصر بقى يوم السبت الساعة 2 الظهر كان عيد الغفران عند إسرائيل، اليوم اللي ما فيهوش استعداد. فجأة السما اتملت طيارات مصرية. الضربة الجوية بدأها قائد القوات الجوية محمد حسني مبارك وقتها، و220 طيارة مصرية ضربت مواقع العدو بدقة. المدفعية بدأت تضرب، والجنود المصريين عبروا القناة. فأول يوم عبر أكتر من 80,000 جندي، ورفعوا العلم المصري على الضفة التانية في 6 ساعات بس. خط بارليف اللي قالوا عليه ما يتكسرش وقع، ودارت معارك كتير. من 6 ل9 أكتوبر الجيش المصري سيطر على الضفة التانية من القناة. إسرائيل اتلخبطت وقدرتش ترد. بدأت معارك عنيفة جدا حصل فيها ثغرة الدفرسوار. العدو دخل ما بين الجيشين التاني والتالت، بس المصريين حصروه ومنعوه يحقق هدفه. الدعم العربي، العرب كانوا صف واحد. السعودية قللت تصدير البترول، وده عمل أزمة في أوروبا. الجزائر والمغرب والعراق بعتوا طيارات وجنود. سوريا فتحت جبهة تانية. الكل قال مع بعض هننتصر. بعد 19 يوم من القتال وتدخل أمريكا والاتحاد السوفيتي اتوقف إطلاق النار يوم 25 أكتوبر 1973. بس وقتها مصر كانت أثبتت للعالم كله إنها مش ضعيفة، وإنها تقدر تقف على رجليها من تاني. وبدأنا نسترجع سينا خطوة بخطوة لحد ما رجعت بالكامل سنة 1982. ومش هننسى دور المخابرات المصرية وإزاي ضحكوا على العدو ده. أكيد لو هنتكلم عن حرب أكتوبر مش هننسى دور المخابرات، وأثبتت المخابرات والثعلب الرئيس محمد أنور السادات إن الحرب خدعة ومش محتاجة تهديد ولا كلام. إحنا رجالنا رجال أفعال. هزمنا أسطورة الجيش اللي قالوا عليه لا يقهر، ورجعنا الأرض والكرامة، وبرضو رجعنا الأسرى بتوعهم في بيجامات كاستور. واللي يفكر يقرب من شبر من أرضنا مش هيجرؤ يجرب. وبكده تكون خلصت الحرب وانتصرت مصر على مر تاريخها وحروبها. كانت معكم علا سمير.